السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 جدا. راجعه لكم النهارده بفيديو مهم جدا، ناس كتيره بتسالني عنه، ناس كتيره محتاجاه. طب ايه هو الفيديو بقى؟ خمن معايا كده. يلا هقولك ايه الفيديو، بس قبل اي حاجه متنساش تعمل لايك شير سبسكرايب قناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعلشان كمان الاخبار الجايه هتبقى مهمه، هنبدا نرتب يومنا وهكذا. وكذلك برضو قبل الامتحانات بنبقى مع بعض لحظه بلحظه. ما تنسانيش من شير الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد وعشان عيلتنا تكبر اكتر واكتر. يلا نبدا نشوف احنا هنعمل ايه. دلوقتي اغلبكم بقى حاسس ان اليوم بتاعه بيضيع بدون اي حاجة وبدون اي هدف. طب ازاي حتى لو انا فاضي اليوم بيضيع برضو؟ طب ايه اللي المفروض اعمله؟ ازاي انظم وقتي؟ ازاي احدد اجزاء معينة من يومي سواء كنت بدرس او بشتغل؟ ليه يومي بيخلص بسرعة بدون ما يبقى عندي اي هدف او اي محتوى في اليوم ده؟ يومك لو خلص بدون محتوى اعرف ان اليوم ده ما كانش في عمرك، لان كل يوم لازم يكون عندنا هدف جديد، عندنا حاجة معينة، سواء انا رايحة درس معين فهاخد مادة معينة او درس معين، او انا هشتغل فهتعلم ممكن حاجة في اليوم ده. هتقولي لا الشغل بتاعي روتين يومي نفس اللي بعمله. لا، اكيد بتقابل ناس جديدة، اكيد بتشوف حاجة جديدة، اكيد بتتعلم حاجات ما كنتش متعلمها قبل كده. فتكرارنا للايام هو مش روتين يومي ولا حاجة، لازم هيحصل حاجة معينة في اليوم علشان تبينلك ان اليوم ده مختلف عن اللي قبله. طب كلامي النهاردة مع بتوع ثانوية عامة. انا يومي بيخلص بدون مذاكر. انا بصحى من النوم اروح درس 2 3 4 ارجع بسرعة، اليوم بقى بالليل، انا مذاكرتش ملحقتش اعمل حاجة في اليوم بتاعي، وانا يومي بيخلص بسرعة. اعمل ايه؟ نفس السؤال بس باسلوب تاني. انا ما عنديش وقت ان انا اذاكر الكامبات مع ان بيبقى عندي درسين 3 في اليوم بس انا ما عنديش وقت. طب حد تالت بيقول لنا هو الكامبات كتيرة كده ليه في حين ان انا ممكن اكون حاطة 3 4 مواد بس؟ ازاي هجيب وقت لكل ده؟ على عكس ناس تانية قالت لي لا ده 10 ساعات دول قليلين جدا بالنسبة ان انا طالب ثانوية عامة، ده حاجة تافهة اي حد ممكن يوصل لها. بس من وجهة نظري فالكامب ده صعب. هو كان ردها متناقض، ازاي هيوصل ل10 وازاي الكامب صعب؟ فاحنا هنرد على كل ده النهاردة في الفيديو ده. تعمل ايه بقى لو انت فعلا عايز تنظم يومك علشان تقدر تذاكر وتقدر تروح دروسك بحيث ان انت تكون موازن لليوم بتاعك؟ تعالى اقولك تعمل ايه ونبدأ اليوم ازاي، ونبدأ نقسم المواد مع بعض ونتكلم مع بعض. اول حاجة، ايه اللي بيخليك متقدرش تذاكر؟ الملل؟ حاسس ان انت مضغوط؟ حاسس ان الحاجات اللي عليك كتير جدا فلدرجة ان انت بتبعد عنها، سواء بالنوم او باللعب او بان انت تفتح واتساب فون كل الحاجات دي؟ يبقى اول حاجة معانا اتكلمنا عنها قلنا الملل. ملان من ايه؟ هل نهاية ده مش جبر ليك؟ هل مش ده تحفيز ليك؟ هتقولي تحفيز ازاي؟ تحفيز ازاي وانا المفروض اذاكر؟ بص لقدام، بص ليوم النتيجة وانت شايف نفسك جايب 98% و99%، طالع من الاوائل، مش بعيدة عنكم ولا بعيدة عن ربنا، كل حاجة بتيجي بالدعاء. كل ده مش تحفيز ليك؟ تقولي لا ده المستر الفلاني عامل لي شامل الاسبوع الجاي ومكلفني بالباب الاولاني كله ومكلفني بالباب التاني كله. عايزه اقولك ان المدرس اللي يعمل لك امتحانات او يعمل لك شامل هو ده المدرس اللي بيحبك، هو ده المدرس اللي خايف على مصلحتك. مفيش مدرس سايبك تلعب او بيسمع لك كده تخاطيف كده من فين لفين، ده كده خايف على مصلحتك. اللي خايف على مصلحتك قوي هيبقى عارف انت عليك ايه وهيلزمك ازاي. معلش احنا مش كلنا لو قلنا ذاكر، يعني مثلا احنا دلوقتي 20 بنت في المجموعة، 20 ولد في المجموعة، هل انا لو جيت قلت كله يذاكر كده كله هيذاكر؟ بالعكس، 2 3 4 5 الا من رحم ربي. طب وباقي المجموعة مش هتذاكر. طب انا لو قلت في الاسبوع الجاي امتحان برضو لنفس العدد بس فيه طرد، فيه مثلا تهزيق، فيه، هتذاكر وقتها ولا لا؟ اكيد هتذاكر لان انت عارف ان بالفعل ده هيحصل حاجة معينة، فده تحفيز ليك. بالعكس هو مش تحفيز ايجابي خالص، هو تحفيز سلبي، بس انت مضطر ان انت تمشي ورا الحاجة دي علشان تنول الحاجة دي.
طب ما ليه تخلي شخص معين يجبرك؟ ليه انا مبدأش اليوم بتاعي مثلا الساعة 4 الصبح وابدأ اذاكر وابدأ ارتب اليوم بتاعي؟ طب اعمل ايه عشان ارتب اليوم بتاعي؟ اول حاجة لازم تبدأ اليوم بتاعك بيها، وده كل فيديو بكررها لك، او 2 و3 و4 في كل الفيديوهات، ان انت تقرأ صفحة من سورة البقرة، لان سورة البقرة بركة في البيت. يعني ايه بركة في البيت؟ بتبدأ بها يومك، تنشط لك عقلك. يعني انا ممكن اقرأ اي سورة تانية خلاف البقرة، او انا لو عندي مثلا درس قرآن وبحفظ بسمع اي سورة عادي جدا. ممكن تخلي البقرة معاك ورد ليك يومي، دي حاجة فالله حلوة قوي قوي قوي. وده من معايا انا، يعني حاجة انا جربتها، يعني مش بقولها لك كده ان انا سمعت حد قال او كده، لا انا جربتها وما زلت الحمد لله، ده نعمة من ربنا. لو كلكم عايزين تعرفوا هي عملت معايا ايه او وصلتني من ايه لايه، هقول لكم كل الحاجات دي، اكتبولي تحت. بس برشحها لكم جدا جدا. قرآن ربنا كله حلو، كله بينشط العقل، كله بينشط الذاكرة، بس سورة البقرة فيها بركة حلوة قوي 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 في البيت، بجد بتحفظك من اي حاجة حرفيا. طيب تمام، يبقى اول حاجة علشان ابدأ اليوم بتاعي كده بنشاط وحيوية، اقرأ صفحة من القرآن. طب وبعد كده، بعد كده اهم حاجة انت المفروض تعملها ان انت تعمل تو دو ليست لنفسك. ناس بتقولي لا انا بعملها اسبوعية، يعني لو انت مثلا طالب ثانوي اولى او تانية او تالتة، وخصوصا تالتة، اقولك لا انا عايز الجدول بتاعي اسبوعي، عايز الكامب بتاعي اسبوعي. بص، هي الفكرة حلوة، فكرة ان انت تعمل بالاسبوع هي حلوة، بس مفضلهاش ليك بصراحة، لان انت لو كلفت نفسك بحاجات الاسبوع كله هتمل، هيبقى في روتين كل يوم. لكن لو قررت كل يوم الصبح ان انت تحدد المواد اللي عليك اللي ليها الاولوية انها تتذاكر، او من بالليل، يعني ممكن من قبل ما تنام على طول، يعني انت خلاص هتنام اهو، تروح جاي كاتب التودو ليست بتاعتك وحاططها جنبك كده، وتصحى الصبح تبدأ تطبقها واحدة واحدة. دي انسب حل ان انت ترتب اليوم بتاعك. طب انا واحد ما بمشيش بالتودو ليست ولا الحاجات دي كلها، ولا ان انا ابقى كاتب جدول تحت بعض، ولا كل الحاجات دي. عندي فكرة تانية، التودو ليست انت عقلك بيضحك عليه بأي حاجة. شفت الطفل الصغير لما بتضحك عليه بمصاصة وانت بتبقى قايل له هديك 50 جنيه؟ هي بالظبط. ممكن تعمل تو دو ليست بشكل تاني. ازاي؟ اعمل دواير ووصلها ببعض، اعمل شجرة وبعيدة عن بعض كده، وطلع المواد بتاعتك منها وسهم ان ده 1 وده 2. اعمل التو دو ليست بتاعتك باكتر من طريقة، هي مش طريقة واحدة ان هو جدول وكده. عينك فعلا هتحس بملل ان انت كل يوم بتكرر نفس الحاجة. فانت لو عملتها باشكال، يعني انت النهاردة عملت الجدول، بكرة عملت شجرة، بعده هعمل كده دواير وبعيدة عن بعض بشكل حلو كده، بحيث ان انا عيني تكون مرتاحة ليها وانا شايفاها، اقدر ان انا اشتغل عليها واقدر ان انا احبها. مش كل يوم حاجة معينة، ولا كل يوم نفس الحاجة اللي بعملها. طب ممكن اعمل ايه كمان؟ ممكن اعمل التودو ليست بتاعتي ان هي على الترابيزه او المكتب اللي بذاكر عليها بطريقه عشوائيه كده، جنب كل كتاب مادتها. طب خلاص كده خلصنا التودو ليست، ابدا احفز نفسي ازاي في اليوم ده علشان اقدر اذاكر؟ ممكن تحفز نفسك باكتر من حاجه. انا لو ذاكرت الدرس بتاعي ده، انا هجيب لنفسي مثلا شوكليت، او هخرج النهارده، او هفتح واتساب، او هكلم صحابي، حاجات كتيره جدا، الشباب، هنزل بلاي ستيشن، هنزل حجز كوره، هنزل العب، براحتك عادي جدا. بس اهم حاجه تكون مخلص التودو ليست بتاعت اليوم. طيب تمام، انا بقى مشكلتي ان انا مش عارف ارتب يومي. ليه مش عارف ترتب يومك؟ مجربتش تسأل السؤال ده لنفسك قبل كده؟ عندك درس 2 3 4 في اليوم، بيخلصوا في قد ايه؟ 8 ساعات ورا بعض، 4 ساعات ورا بعض. ما تخليش درسك الساعة 12 والساعة 4 والساعة 10 والساعة 6 بعاد عن بعض جدا، ده بيسبب تشتت للعقل. اصل انت مش هيبقى عندك درس 12 تطلع مثلا 1:30 تبدأ تذاكر 2 و3 ويبقى عندك درس 4. انت كده بتشتت عقلك مش هيستجيب للمادة دي. انت دروسك تبقى مثلا من 12 ل4، وبعد 4 تكون فاضي تقدر تذاكر، او دروسك من 4 ل6 مثلا او ل7 وقبل كده تذاكر، او من 7 الصبح ل12 وبعد كده تذاكر. انت تبدأ ترتب يومك، سواء اولى ثانوي او تانية ثانوي او تالتة ثانوي. اولى وتانية مثلا عندهم مدرسة، فمدرستهم تخلص 12 1، بعد كده الدروس
عندك درس بالكتير قوي، 1 2 3 4 بالكتير قوي 5. لازم تكون مرتب يومك وعارف انت عليك ايه ولحد فين. انت لسه قدامك شهر ونص بالظبط وتبقى في لجنة امتحان. طب اعمل ايه وارتب يومي ازاي؟ انا برفع كامبات على الاكونت بتاعي على الفيس، ممكن تلاقيه تحت، ولو عايزينه هنا عرفوني تحت في الكومنتات ان انا اسيبهولكوا هنا كله. انا برفع تانية ثانوي وتالتة ثانوي، عرفوني ان انا اضيف لكم كمان سنة اولى ثانوي هنا علشان كلنا نكون ملتزمين بخطة معينة. طب كده انا قلت اول حاجة وتاني حاجة. اعمل ايه بعد كده؟ رتب موادك على حسب الاسهل فالاصعب او الاصعب فالاسهل، على حسب قدرتك. في ناس تقولك لا انا مش هسيب الصعب للاخر لانه بيقفلني وبحس ان انا ملانة وما عدتش عايزة اذاكر تاني. في ناس تقولك لا انا هبدأ بالصعب لان انا لما ببدأ بالصعب هقدر ان انا ارتب يومي واعرف اذاكر بعد كده. ففي تلك الحالتين شوف ايه الحاجة اللي هتكون مرتاح ليها وامشي عليها. يبقى كده احنا عرفنا هنعمل ايه. طب في ناس بقى تقولك لا انا بقيت بستسلم للنوم. ما تحاولش تذاكر جنب السرير ابدا، يعني السرير اهو ما تذاكرش عنده خالص. ادي ظهرك للسرير، خلي المكتب بتاعه يكون ظهرك للسرير لو انت بتذاكر في اوضتك. طب انا لو بذاكر على السرير بتاعي، بص احنا لسه دلوقتي لسه بنقول للشتاء يا هادي، احنا لسه مدخلناش للشتاء، فحوار ان انت تذاكر على السرير ده لسه جاي الفترة الجاية كتير. بس خلي صوتك عالي وانت بتذاكر، يعني سمع صوتك كده للبيت كله. الناس بتكون نايمة، انا بذاكر بالليل، صوتك يكون انت سمعه عالي، يعني انت بتكون بتعلي صوتك كده. علشان طب ليه انا بعمل الحركة دي بتخلي عقلك يقولك اصحى انت فايق. لكن لو قعدت كده بتوشوش نفسك، انت اوريدي هتنام، ده انت بتنيم نفسك تلقائي. ده انت لو قعدت تقرأ قرآن في سرك بتنام، يعني مفيش بعد كده. طب الحاجة اللي هتثبت لي المعلومة بقى عشان ما احسش بملل واحس ان انا ملان وما عدتش عايزة اذاكر، ايه هي الحاجة اللي هتخليك ما تحسش بملل او ان انت مذاكر اكتر واكتر؟ ذاكر كتابة. يعني يعني اذاكر كتابة، ده كده هيخليني كويس بعد كده، ده هيخليك كويس بعد كده. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا عن ازاي ترتب يومك بشكل طبيعي. طب اعمل ايه علشان بقى اكون مرتبه خالص واكون عارفة امشي معاكي على الكامبات انا بدأتها من اول يوم من جديد خالص، يعني في كامبات وصلت ل15 وفي لسه وصل لليوم الخامس، هينزل ان شاء الله النهارده اليوم السادس قبل الفيديو ده. فشوفوا انتوا عايزين ايه وعايزين توصلوا لايه، والملخصات كلها هرفعها لكم باذن الله. بس ما تنسونيش من دعوه حلوه، انزلوا تحت اكتبوا في الكومنتات الدعوه بتاعتكم عشان يدعي لكم من الحرم المكي ان شاء الله. النهارده هشوف البنوته تدعي لكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.